بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مساء الورد والفل والياسمين على الحلوين يا سيدي. على الحتة الحمراء ولا هتولع الفرح؟ يا مساء الفل. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. يلا يا بنات، جايبالكوا ليفل الوحوش معانا النهارده. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. يلا بعد إذنكم اللي تدخل معانا اللايف حطوا لنا اللايك الجميل عشان اللايف ده يترفع النهارده. عندنا لايفين ورا بعض يا بنات، مش حرمكم من أي حاجة، مش هيصاكوا يا سيدي. على الحتة الجحدة جايبالكم المستورد ذات نفسه يا جماعة. المنبع عايزه اقول لكم من بعد العيد جالي كذا كومنت وكذا رسائل على الخاص وعلى العام، عايزين يا وفاء بدل او فساتين السهره. انا اسفه، فساتين سهره لام العريس وام العروسه واسعار حنينه. طبعا جايبالكم المنبع ذات نفسه يا جماعه، زفاف وخطوبه وبدله العريس وام العريس واخوات العريس وانا وانت كله هتاخدوه من مكان واحد. عرفت طرفين ولا لسه؟ يلا. الاسعار النهارده اقسم بالله اقسم بالله ببلاش، ما يجيش تمن التطريز اللي في الفساتين دي. يعني الراجل ده لو سرق الحاجه مش هيأجرها كده. عايزه ايجار موجود، عايزين بيع موجود. فتحنا لكم باب البيع النهارده كمان يا جماعه. يلا بس يا جماعه عشان نبتدي العروض معانا. انا في اتيليه عصمه العربي يا حبايبي، اكبر مستورد لفساتين الزفاف والخطوبه والسواري. بيستورد بقى من دبي بسم الله ما شاء الله. العنوان اسكندرية العجمي أبو يوسف أمام مركز البيت الأبيض، الدور الثاني علوي. عندنا شحن وتوصيل لأي مكان ومحافظات كمان. هحط لكم رقم الأستاذ عصمت بعد ما أخلص معاكم اللايف ده. هخلص هنا اللايف ده عشان الناس اللي طلبت سواريه. هعمل لكم لايف تاني للمخزن بقى ذات نفسه اللي فيه كل الفساتين اللي بتيجي من دبي لكل عرايس وفاء. الاسعار يا جماعه مش عايزه اقول لكم واصدمكم، خليها مفاجاه عشان تستنوا اللايف الجاي. ماشي؟ حاجه ببلاش كده بتمن بلوزه هتشتري فستان دخله. يلا بينا يا استاذ عصمت. يلا بينا يا ست الكل. مساء الفل يا محترم. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك يا رب. كله تمام الحمد لله زي الفل. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يكون سيزون والصيف سعيد عليكم. اللهم امين يا رب. في البدايه بس حابه اشكرك على المبادره الجميله بتاعتك. كنت مشارك في 250 عروسه 250 عروسه يا جماعه. المنطقه الشماليه للقوات المسلحه. ايوه يا ربنا قدرنا وطلعناهم احسن ما يكون. يا مشرفنا ورفع راسنا. عاش بطل بقى. ربنا يبارك لك ويرزقك ويزيدك زي ما فرحت ال 250 عروسه. الحمد لله والله. خدهم يا جماعه. عايزه اقول لكم كده الفستان قلت لي باكج كامل. باكج الفستان والميك اب وكل حاجه. راجل محترم والله العظيم. انا قلت لك ايه المره اللي فاتت؟ حظي في الدنيا. حلو عليا اصلا مش هقدر انكرها يعني. الله يخليك دايما يا رب. يا رب يحبب فيكي خلقه. يعني كل ما فيش حد جالي هنا المكان غير لما فعلا بيدعي لك بامانه. حبايبي حبايبي مشرفيني في اسكندريه كلها. الحمد لله والله. انت راجل محترم وتستاهل كل خير، واللي فيها لله دايما بقول ما بتغرق. ربنا يقدرك والمره الجايه تجوز 1000 عروسه باذن الله بعمرك. الله يبارك لك يا رب يا استاذ عصمت. تسلم يا رب. النهارده لكل جيش وفاء عامل لكم عروض قويه جدا جدا جدا. احنا عملنا لكم عرضين النهارده عشان خاطر برضو مدام وفاء. اول حاجه جددت لكم العرض اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو عرض الايجار للخطوبه والزفاف والسواريه، وعاملين لكم عرض تاني برضو عرض البيع. لان في ناس كلمتنا كتير قوي من بره اسكندريه وبيعوزوا شحن ومش هينفع نأجر، فعملنا لكم كمان عروض البيع. وهاخد مدام وفاء وهوري لكم المخزن اللي فيه البيع والجمله وكل حاجه انتوا عايزينها برضو. تمام. وده عشان نجحنا برضو في ال 250 عروسه والحمد لله الموضوع سمع معانا. فانا مش هنجح ربنا يبارك. ايوه المحترم بزياده كاتبين لك ما حدش بيعمل كده النهارده والله العظيم يا جماعه. ربنا يزيدك كمان وكمان. الله يبارك لك يا رب. شوفي بقى عايزين نبدا بايه؟ يلا بينا نبتدي. قلقونا على دول زي المره اللي فاتت بقى. ايوه نبتدي بايه يا جماعه؟ بالخطوبه ولا السواريه؟ يلا.
عندنا سواريه، عندنا ماتينيه، عندنا دخله، عندنا بدله العريس، مامه العريس، وسمعوني احلى زغروطه. وجبت لكم كمان الحاجات البيك سايز يا جماعه يعني. عشان انت وصيتيني عليها برضو جمعتها لي. شفتوا بقى ان كومنتاتكم بتتقرا. انا طلبت بيك سايز زي ما انتوا طلبتوا لام العريس وام العروسه. معايا اول باول بصراحه ربنا يعني. الله يبارك لك يا رب. انت شرفتني وخليت راسي في السما. الحمد لله والله. ان شاء الله باذن الله. وانت شفتي زباينك النهارده عندي، متابعينك عندي. الحمد لله الحمد لله. يجعل ادمنا خير عليك دايما. اللهم امين يا رب. ابتدي بايه؟ بالسواريه. بيقولوا بالسواريه كالعاده يا ساده. يلا بينا. انا ايوه كالعاده يا ساده. مذاكر يا استاذ عصمت. يلا بينا نبدا. بصوا انا عامل عرض 250 300 350. ما عنديش حاجه. اوعي تخلي حد يضحك عليك. انا جايبه لك المستورد نفسه. قول لي ايجارات السواريه بتبتدي من كام؟ السواريه 250 300 350. اعلى حاجه عندنا في المكان. اغلى حاجه كام؟ 350 يا راجل. مصري مش دولار. مصري مش اغلى فستان سواريه عندك هتطلعوا ايجار ب 350 زي ما جملنا في وقت طب اقسم بالله اقسم بالله الراجل ده فاجئني. انت ما قلتليش انا بقالي ساعه قاعده معاه. انا فرحان انا ما فاصلتش لان الراجل ده بيبيع بخساره والله العظيم يا جماعه. انت قلت لي قبل اللايف ان انت لحد 750. طالع معايا في اللايف يقول لي 350. عايزه ازغرط، عايزه ارقص. وفاء دي مرزقه. ايوه طبعا. يلا بينا يلا بينا. هنبتدي بال 350 اللي هو اغلى حاجه عنده سواريه. لكم كوليكشن جراندات يعني ده حوالي تلته او ربعه. كل ده يا جماعه اهو 350 جنيه. يلا بينا فرجنا يا استاذ عصمت. يا راجل يا محترم. العنوان تاني اسكندريه العجمي ابو يوسف على الشارع العمومي يا جماعه امام مركز البيت الابيض. وانت جايه من الهانوفيل هيبقى على ايدك الشمال. الناس اللي جايه من 21 هيبقى على ايدك اليمين. قولي للسواق نزلني عند مركز البيت الابيض. معروف جدا جدا. العماره اللي في وشه برج الاسراء الدور الثاني علوي. اتيليه عصمت العربي. لسه معانا عروض كتير. عامل باكج للعروسه والعريس. ولو عايزين مامه العريس او العروسه كمان هدخلها لكم في الباكج. والاطفال متاح. البدل الاولاد. الله يبارك لك يا رب. الرجالي كل حاجه متاحه. يلا بينا يا استاذ عصمت اللي بعده. يلا بينا. كل ده 350 جنيه. كل دول ولا ده هلحقه ب 350 جنيه بنات. يلا بصوا الالمازات والتحف بتمن بلوزه يا بنات. هتأجري فستان سواريه. يلا اللي بعده يا باشا. ولو الثلاثه ب 1000 جنيه. المكان في العجمي يا جماعه ابو يوسف على الطريق العمومي امام مركز البيت الابيض. على ايدك الشمال وانت جاي من الهانوفيل. اتيليه عصمت العربي الدور الثاني علوي. هحط لكم الرقم. عشان انا بحط الرقم ليه يا جماعه؟ عشان لو ما عدى عليك العنوان ما سمعتيهوش اتصلي بالرقم اللي انا حطاه على الريلز او على الفيديو. الناس اللي بتقعد تبعت لي ابعتوا للارقام يا جماعه مش ليا. التليفون عشان اللي عايز بيع اوديه المكان الثاني والمكانين جنب بعض. بالظبط كده. هنخلص هنا وننزل على المنبع. يلا بينا اللي بعده. تحف يا استاذ. في حاجه ب 300 جنيه ولا 350؟ ده احنا مرزوقين وربنا. في ناس بتسأل لو بيع بكام يا استاذ عصمت دول؟ انا عامل عرضين يا جماعه. احنا مكانين. مكان مخصص للبيع اسعاره كالاتي وركزوا معايا. السواريه من 250 ماكسيمم 350. ده عرض الايجار. ده عرض الايجار. البيع بقى عندنا البيع من 250 لحد 750. ده اعلى حاجه عندنا بالنسبه للجرامات. لو هتشتريه يعني هتشتريه ب 750 جنيه. ده لو هتشتريه مثلا اللي في ايده ده. كل بقى فستان ليه سعر يا جماعه في البيع مش في الايجار. هو اصلا ثمن الايجار يعني ده اصلا بيتاجر بره ب 750 جنيه. بصوا الجمال يا جماعه. 750 جنيه. تمام. طبعا في اسعار خاصه للجمله. بصوا ده برضه الجمله. طبعا الناس اللي هتفرش بقى تلاقي هتاخد كميه ليكوا اسعار اقل من دي بكتير. روح ربنا يبارك لك ويرزقك خير الدنيا. كل ده برضو اهو. كل ده بصوا الحلويات. بصوا كل ده كده 350. 350. عايزه بيع تعالي يا حبيبتي خدي اللي عايزاه. الراجل ما غلطش. عامل الايجار وعامل البيع زي ما انت عايزه. مكانين جنب بعض. مكان للبيع ومكان للايجار. السواريه من 250 ل 350. بيقولوا لك العرض ده لحد امتى يا استاذ عصمت؟ لحد اخر الشهر. لحد 30/5. في غلط الكلام ده؟ في شهر 6 في عروض قويه جدا 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 برضو مع مدام وفاء ان شاء الله باذن الله. الستان برضو زي الفل.
معرضنا القادم هيكون معانا الاستاذ عصمت واقوى عروض بقى في البازار. واقوى عروض بقى مش محضره لكم مفاجآت ضرب نار، خليها مفاجأة عشان الناس اللي كانت بتسألني. وعندنا بقى يا جماعه الموديل ده هنعمل لكم برده الرينج بتاعه. اللي عايزين اسودات يا جماعه جاب لكم اهو. بصوا الجمال. وليه كده اسمها ايه عشان نسيت؟ كل الوان ستان تركي. لا البتاعه دي اكستنشن. ايوه اهو. بصوا كمان كاب هاند ميد. اموروا انتوا بس. وفاء دايما جاهزه متاحه يا جماعه. اللي عايزه تكلمني على الوان وابعتها لك. ايوه موجود مقاسات كبيره يا حبيبتي موجود. جميع المقاسات موجودين عندنا برضو. دي كل ده بصوا الحته دي عسل يا اختي. هديكم نبذه. طيب كام قطعه كده للبيك سايز عشان اللي بيسال على المقاسات. ايوه بيسالوا على المقاسات الكبيره يا استاذ عصمت. ده ام العروسه بقى الحاجات اللي هي بالبنشور الشغل الخليجي. ده بيقول لكم خليجي مش مصري. تمام. بصوا المقاس قد ايه يا جماعه. ده ستان برضو بالاكستنشن بتاعه اهو زي الفل. بصوا المقاس قد ايه يا جماعه. اللي عايزه تايبست برضو بيك سايز عندنا برضو. بصوا ده يا جماعه يلبس اهو لحد 100 كيلو او 100 120 كيلو. 120 بيقول لكم. ماشي. كل ده مقاسات بيك سايز. كل ده مقاسات بيك سايز ومعاها كمان الاكستنشن بتاعها. تمام. عندنا عروض بقى 250 برضو على السريع. بصوا الجمال. ده ب 250 جنيه بيقول لكم. تمام. 250 جنيه. 250 جنيه. فيهم حاجات فيرست. بصوا سيمبل. بيقول لكم ابو 250 في حاجات فيرست يا جماعه ما اتلبستش قبل كده. هيطلعها ب 250 برضه. يا مرزوقين يا محظوظين يا جيش وفاء. احلى جيش في الكون وربنا. 250 يا سيدي يا سيدي على القمر. ده الذهبي ده عسل ما بيبطلش يا جماعه اللون ده ابدا. بص يا لهوي على دي. سوريا ابو الفضل. بيج سايز. بيج سايز. يا سيدي يا سيدي. يعني بتوسع يا استاذ عصمت. هو اصلا كبير جدا مقاساته كبيره بس احنا لمينه عشان العرض. هو لمه عشان العرض بتوسع اكبر من كده. خديه يا حبيبتي. نكمل تاني ولا كفايه؟ كمل يا باشا انا معاك. اللايف ده ياخد حقه. هنقفل ونروح المكان التاني اصور لكم الزفاف بقى. فكمل براحتك يا باشا. ماشي. ده 250 برضو. ده ب 250 يا بنات. عسل برضه. احنا في جوه عندنا مخزون بس عشان العرض مش مكمل زي ما انت. ربنا يزيدك ويبارك لك يا رب. جاب حاجات كتيره جديده يا بنات غير اللي انا صورتها المره اللي فاتت. كمان القماش انا عايزك بس تقربي من التفاصيل. عسل. وفاء دي مرزقه وربنا. عندنا برضه ام العروس وام العريس اهو يا جماعه. ام العريس وام العروسه. قطعتين بالبنشوب. قطعتين. بكام ده يا مستر عصمت؟ 250. ب 250 جنيه زغرات يا ام العروسه. بصوا اللون القمر. احلى فستان اهو. قطعتين ب 250 بس. الترند حلو قوي قوي الموديل. اللون ده برضه خطير جدا يا جماعه. عسل اللون ده. تحفه اهو. الفساتين يا جماعه حالتها ممتازه. مفيش حاجه قديمه ولا حاجه متبهدله. اظن انتوا شايفين الشغل عامل ازاي يعني. اهو زي الفل. ب 250 جنيه. يعني الستاند ده ب 250 يا مستر عصمت. واللي صورناه الاول ب 350 جنيه اغلى حاجه. عشان ده اشتغل معانا كويس قوي عن طريق كله طلبه. اهو يا جماعه. فستان بالبنشو بتاعه. فستان بالبونشو ب 250 جنيه بس. العنوان يا جماعه انا في اتيليه عصمت العربي في العجمي ابو يوسف على الطريق العمومي يا جماعه قدام مركز البيت الابيض الدور الثاني علوي برج الاسراء. حاطط يافطه كبيره قد كده مكتوب عليها اتيليه عصمت العربي. خلاص. وانت جايه من الهانوفيل هيبقى على ايدك الشمال. بصوا الجامب سوت ده مقاسه برده بيج سايز وعليه الاكستنشن بتاعه. حبه برده. ايوه جامب سوت يا بنات. ده موجود معانا بالوانه يعني. ده برده نفس القصه. والبونشوهات دي برده موجوده معانا بالوانها. البونشو اهو برده. كل ده حاجات ام العريس وام العروسه. كل ده ب 250 جنيه الستاند ده. نيجي بقى على الخطوبه. يلا بينا الخطوبه. بصوا يا جماعه انا السنه دي جايب لكم الوان جديده. يعني انا اتحدى اللون ده موجود عند حد. بص يعني عايز بس على عسل التفاصيل بتاعته. عرضنا على الخطوبه بالنسبه للايجار من 500 ل 1500 وعندنا برده بيع من 500 ل 1500 عشان ما تتلخبطوش.
كل العروض اللي نفس الاسعار يا جماعه. عايزه تاجري كل اللي قدامك ده بيبتدي من 500 جنيه لحد 1000 ونص اعلى حاجه. طب اللي عايزه تشتري بيع من 500 ل 1500، من 500 برضه ل 1000 ونص. الراجل ده عمل المعادله دي ازاي؟ انا ما اعرفش. عشان المكان مجهز للايجار، لان كل يعني المره اللي فاتت الفيديو اللي فات او اللايف اللي فات كله قال لك طب احنا في القاهره، احنا مش عارف منين، عايزين يشتروا، عايزين يشتروا، فمش هينفع معاهم الايجار. فجهزت المكان الثاني ان اللي عايزه بيع المكان الثاني فيه كل العروض، ومعانا حد بيتابع يبعت الموديلات ويبعت الصور والمقاسات يا سيدي يا سيدي. وشحن ايوه كده لحد باب البيت. ايوه كده. شغل فاخر من الاخر، مريحاك اهو. ايوه فاخر من الاخر. متابع يا جماعه، مركز .com مع وفاء. غاليه عندي. الله يبارك لك يا محترم. انا عايز اوريكم برده كام قطعه من الخطوبه كده. ورينا يا باشا. خالص. يا جماعه انا مش مصدقه هتشتري فستان الخطوبه مع وفاء من 500 جنيه ل 1000 ونص. امال هتعمل لي ايه في المعرض يا استاذ عصمت؟ ببلاش ان شاء الله باذن الله. بصوا التفاصيل مع وفاء لا للغلاء يا جماعه. ده الشعار بتاعنا الرسمي على مبدأنا وعلى وضعنا طول ما انتوا في ظهرنا. حلو الشعار ده. دعوه حلوه بس من القلب يا جماعه. ربنا يبارك لك ويزيدك بحق لا اله الا الله. الشغل ده كله هاند ميد. بص الالوانات كمان. احنا وشنا حلو يا استاذ عصمت. بصوا يا جماعه ده خليجي. بص الشغل الهاند ميد. بصوا يا بنات زي الفل. استنوا بقى عشان اوريكم فستان وفاء بقى اللي هو ايه بتاع الخطوبه. والله مسمي الفستان وفاء. والله وفاء دي مرزقه يا استاذ عصمت. بصوا لون البيبسي ده، لون النحاسي ده. النحاسي حلو قوي. اهو بقى يا جماعه. بصوا ده عاجب مدام وفاء جدا يعني. ده عجبني. ده التركي اللي عجبني المره اللي فاتت. عشان قلت لهم عجبني فالناس جت حجزته بناء على كده برضه. خلاص كله يعجبك بقى عشان سميته وفاء. ده فستان وفاء يا جماعه. هو كاتب عليه وفاء فعلا. الله يبارك لك يا راجل يا ذوق. راجل مزواق بيفهم والله. بصوا الحته الجحده دي عسل برضه. بصوا يا جماعه كلها واخده شغل هاند ميد. انتوا استنى يا استاذ عصمت ده طرزوها ازاي دي؟ ده انا مش نمانم. ده ميني فلاور. ده ميني فلاور. وده نفس التطريزه برضه. بصوا نمنومه يا اخواتي. بس برضه اللون المنت ده هاند ميد. قطعه عاليه جدا اهو. يلا اللي بعده. 500 ل 1500 اعلى قطعه عندنا. الاسعار في الخطوبه من 500 ل 1500 ايجار يا جماعه او بيع وشراء زي ما حضرتك عايزه. ما فيش اعلى من كده. اوعي تخلي حد يضحك عليكي. جايبه لك المستورد اهو. الفستان والبدله ب 1500 جنيه عرض مع بعض. بصوا يا جماعه ده نفس النمنمات برضو. بصوا كله تطريز كله هاند ميد. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ربنا يزيدك. وده برضو نفس النمنمه اهي. بصوا كله شغل هاند ميد. الذهب دي تحفه برضه. القطعه دي يا جماعه رهيبه جدا. ملكي صرف يعني. بصوا برضه جمالها. كل الشغل يا جماعه بالهاند ميد تطريز. واضح ولا مش واضح؟ بصوا اهو. ده كله بيبدا من اول 500 جنيه. بصوا الجمال. دول بيبتدوا من 500 يا سيدي. يا لعبك يا عصمتي يا عربي. 500 جنيه. بصوا الجمال. 500 جنيه زي الفل. كل العرض ده كده 500 جنيه اهو. ب 500 جنيه يا جماعه. اي حاجه على الستاند ده. خلاص ده كده نقطه بحر من الكوليكشن اللي موجوده عندنا. المساحه زي ما انتم شايفين احنا على يعني فرشنا. اللايف الثاني بقى اللي فيه الفطاحل الاقوى من ده. وفي بقى يلا بينا على الجنب بتاع الزفاف. انت قلت لي برضو الرجاله الغلابه. برضو اي بدله رجالي مجددنا العرض تاني ب 250 جنيه. وعندنا العرض اللي هو التو لوك البدله البيضاء واختها البدله السوداء ب 500 جنيه الاثنين بدل 1000 جنيه. ايجار برضه. هو العرض اللي انت قلتي لي. عرض الايجار يا جماعه. اي عريس معانا بيسمعنا دلوقتي هياخد البدلتين عشان يغير مرتين. اشمعنى انت اللي تغيري يعني مالوش نفس؟ ب 500 جنيه البدلتين. فستان زفاف فيرست لوك وفستان زفاف سكند لوك بدله رجالي فيرست لوك. العرض لغايه 30/5 الحجز مفتوح معاكي. عشان نبدا بقى العرض بتاع شهر 6 ان شاء الله باذن الله. الفستانين العروسه الفيرست لوك والسكند لوك وبدلتين العريس الفيرست لوك والسكند لوك ومعاهم كمان فستان الحنه هديه. كل العرض ده ب 2500 جنيه لجيش وفاء لحد يوم 30/5. يعني العروسه هتاخد 2 فستان تغير مرتين والعريس يغير منظرين. وفستان سواريه او حنه بقى ليها لصاحبتها. وتاخدي فستان سواريه تلبسيهم الحنه. باكج. هي حره بقى يعني. باكج كامل 5 حاجات. 5 حاجات ب 2500 جنيه. ب 2500 يا بنات. بصوا الحته دي برضو 250 جنيه. ب 250 جنيه ايجار. انا لساني يعجز عن الشكر وعن الكلام. مش لاقيه كلام يوفيك حقك بجد والله. دي اقل حاجه يعني. ربنا يخليك. وده كمان يا جماعه 350 جنيه. ده 350. هو ده يعني. تمام كده. تمام. يلا بينا على الزفاف. يلا بينا الناحيه الثانيه. الزفاف
بعد كده هنفتح اللايف التاني. بعد كده هنفتح بقى اللايف بتاع البيت هناك. ماشي، خليكم معانا يا جماعه. المكان هنا كبير، لسه فيه حاجات تانية اهي هوريها لكم. انت من كتر الفساتين عندك رمايه على السلم كده. ربنا يزيدك ويبارك لك. بصوا الحته دي عجباني قوي، بصوا الجمال. احيي للبنات بقى اللي بتحب الحاجات القصيره يا بنات، في منتهى السنبله، ودي اللي عايزه تولع الفرح. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ده برضو فساتين الزفاف يا جماعه، ايجار. انا لسه ما روحتش المنبع بقى اللي مليان. كل الساحه دي العروض فيها من 1000 ل 2000 ايجار. هنا ايجار من 1000 ل 2000 جنيه. اغلبيتهم فيرست. اغلبيتهم فيرست ما اتلبس قبل كده. والبيع فيها من 2000 ل 4. يبقى نركز معانا من 1000 ل 2000 ايجار. كل المكان اللي انا فيه ده هيأجر لكم من اول 1000 جنيه ل 2000 جنيه. اللي عايزه تشتريهم بيع والشراء، تنقي اي حاجه من اللي موجودين، ده غير الجزء الثاني. في حين ابو 2000 ده معاه سكند لوك هديه. يعني هنا البيع من اول 2000 لكام؟ من 2000 ل 4. والايجار من 1000 ل النص. تمام. 2000 والعرض ابو 2000 معاه فستان تاني. هديكوا لفته سريعه هم عليهم عشان لسه في معانا لايف تاني، في اشكال بقى وحاجات ملوكي. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفساتين تفرح يا بنات اظن، يعني انتوا الناس اللي جت بقى جم على ده فعلا. وده بقى حته برضو على ذوقي قيمه جدا، مش تقليديه. تحفه يا استاذ عصمت، تحفه. بصوا الجمدان اهو، ملوكي برضو. وعندنا برضو الحاجات الزركون الخفيفه للعروسه اللي مش عايزه فستان تقيل وكلام ده زركون يا بنات، بيقول لكم خفيف في اللبس. استنى اما اصور الجاحد ده يا استاذ عصمت. بصوا الجحود يا سيدي. بصي كمان ده قمر يا اختي، قمر هيك. الحاجات يا بنات تحف. اظن اي فستان من ده في اي مكان بره هتقول لك 3 و4 وعامله لك عرض. قولي لها لا خليهولك اهو عند عصمت العربي من 1000 ل 2000 جنيه يا بنات ايجار. وعندنا عروض برضو يا جماعه اللي عايزين يفتحوا اتيليه او للتجار، عندنا عروض جدا 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 برضو. العنوان تاني يا جماعه على السريع عشان الناس اللي بتدخل متاخر. انا في اتيليه عصمت العربي في العجمي ابو يوسف، طريق اسكندريه المطروح، على الشارع العمومي قدام مركز البيت الابيض، الدور الثاني علوي. هتلاقي يافطه كبيره مكتوب عليها اتيليه عصمت العربي. تمام. العنوان سهل جدا جدا ما يتوهش. وانت جايه من الهانوفيل هيبقى على ايد حضرتك الشمال. احي على ده وجماله يا استاذ عصمت. ايه ده؟ بصوا يا بنات، بصوا التفاصيل، بصوا الشغل تحفه. يعني قطعه زي دي كده ب 1500 جنيه. ربنا يسعد كل البنات ويهنيكم جميعا. يعني كده في عروض في كل فستان هتلاقي في عرض برضه. بس عايزين شيروا منشن كتير، شجعونا ان احنا نعمل عروض. لا هم معاك، هم مسيطرين. ايوه كنت زعلانه منهم المره اللي فاتت. لا يا حبيبتي، سوريا ايه؟ انا في اسكندريه يا قلبي. سوريا؟ واحده كاتبه في سوريا. لا مش في سوريا، انا في اسكندريه. في مصر في اسكندريه. العجمي ابو يوسف، طريق اسكندريه مطروح يا جماعه، امام مركز البيت الابيض، الدور الثاني علوي، اتيليه عصمت العربي. هحط لكم ارقام التواصل في العنوان بتاع اللايف بعد ما اقفل. انتظروا الجزء الثاني، هصور لكم من قلب بقى المخزن في مئات الموديلات. الله اكبر الله اكبر. للناس بقى اللي عايزه تفتح اتيليه، اللي عايزه تاخد كميه، هيبقى اللايف التاني يخصكم. والعرايس برضو لو عجبك اي حاجه تعالي الاستاذ عصمت هيوديك المخزن جنب المكان ده برضو. كل ما يخص الفستان حتى البوكيه. يعني حتى بوكيهات الفساتين. اظن انتوا شفتوا الريلز اللي انا نزلته، راجل مجهز 250 عروس. عملتها ازاي يا قادر؟ ربنا يقدرك ويقويك يا رب. قدرت اعمل ده ازاي؟ بس هي بقى بيقولوا لك في فساتين سوري. عندنا سوري. عنده سوري يا حبيبتي، عنده. تعالي برضو بصي بصه. عشان انتوا تستاهلوا الحلو كله، لازم اجيب لكم الحلو كله. امال ايه؟ انا ما بنزلش لاي حد يا جماعه، قلت لكم بجيب لايف بس كل يوم ولا كل يومين، بس بجيب لك من الاخر. وفاء تخش كده تجيب من الاخر. تمام زي الفل. تمام كده؟ تمام. يبقى نجدد عروضنا بقى ويلا بينا على قسم. ده رقم التواصل يا استاذ عصمت. رقم التواصل اهو يا جماعه. تمام كده عشان الناس اللي بتسال. خدي الرقم سجليه عندك على التليفون، وانت جايه ما عرفتيش توصلي رني على الرقم ده، هيقول لك فين بالظبط.
قدام مركز البيت الابيض، الدور الثاني علوي برج الاسراء. ده المكان اللي فيه الايجار. مكان البيع بقى جنبينا، يعني الجنب الثاني على طول، برضه على تليفون. العربيه بتاخدها توديها لحد المكان هناك وتنقل اللي هم عايزينه بالنسبه لعروض البيع. ايوه كده، كله يجي على هنا وهو هيوديك هناك بالظبط. خلاص. ايوه انا عرضت السواري كله في اول الفيديو يا جماعه، في اول اللايف. هقفل معاكم اتفرجي عليه، ادوني بس ربع ساعه هفتح لكم لايف تاني بالمخزن بقى. يلا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.